أمنهم والسلام على الذين يواجهون المحتل ويصمدون في وجهه كأشقائنا في البحرين الشقيقة الأبية جزيرة أوار الطاهرة في يوم أمس الثلاثاء يوم 21 فبراير. لقد دنس جيش الاحتلال الأمريكي بأفغانستان القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل، أغلى الكتب السماوية وأغلى ما لدينا، القرآن الكريم وأهل بيت النبوة والرسالة. لقد دنس، وهذا يدل على خفافتهم وعلى عدم احترامهم، وهذا يدل على عدم احترامهم للإسلام كما يقولون احترام الأديان، وهذا شعاراتهم الكذابة الخادعة التي يريدون منها احتلال البلدان العالم الإسلامي، على رأسها الجزيرة العربية الطاهرة التي تأن من الاحتلال الأمريكي البريطاني قبل احتلال أفغانستان، تأن من الاحتلال بمساعدة على أقزامها الصغار آل سعود الكفر الفجرة. لولا تمادي هؤلاء لما أحرق جيش الاحتلال بالأمس القرآن الكريم. ونحن كشعب القطيف ندين هذا إحراق القرآن الكريم، وأن القرآن أغلى وأعلى من كل شيء، وهذه الإساءة للرموز والمقدسات ليست غريبة علينا. في عام 2006 أسيء للرسول صلى الله عليه وآله من قبل دولة الدنمارك الذي كان رئيسها آنذاك المسمى راسموسن، الذي قال حرية التعبير، حرية التعبير حرق القرآن. لا، ونحن نستنكر القرآن أغلى من كل شيء. ولحد الآن 5 شهداء في مواجهة الاحتلال من أمس و30 جريح، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل، لأجل كتاب الله العزيز. وهذا غريب الصمت، وباسم شعب القطيف واسم شعب البحرين وشعب الجزيرة العربية المحتل ندين هذا، وإنا إليه راجعون. والسلام عليكم.